تعرف انك ممكن تصحى من النوم مش عارف تتكلم ولا تتحرك؟ قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. الحالة دي الناس بيسموها الجاثوم او شلل النوم، ويعتبر واحدة من اكتر اللحظات رعبا اللي ممكن تعيشها. تخيل عينك تفتح تبقى شايف كل حاجة حواليك واضحة، لكن جسمك متجمد وتحاول تصرخ لكن صوتك محبوس، وفجأة تحس بوجود شيء غريب، ظل واقف عند رجلك او شيء جالس على صدرك. الجاثوم دايما بيجي مع هلاوس، خيالات سوداء او اشباح، اصوات خطوات او همسات او ضحك مفزع او شعور ان في حد بيخنقك. في التراث العربي قالوا ان الجاثوم جن بيجلس على صدر النايم، وفي اوروبا الوسطى رسموه شيطان الليل اللي بيخنق ضحاياه. لكن العلم كان ليه راي تاني. خلال مرحله الاحلام المخ بيشل جسمك طبيعيا علشان ما تتحركش وانت بتحلم، لكن اوقات العقل بيصحى قبل الجسم بثواني. تفضل صاحي لكن محبوس جوه جسمك وتشوف هلوسه عقلك لانه طبعا نايم وبيحلم. رغم رعب التجربه لكن الجاثوم مش مؤذي، لكن تقدر تقلله بسهوله. نام في مواعيد منتظمه، قلل السهر والارهاق، تجنب الكافيين قبل النوم، وحاول ما تنامش على ظهرك. دلوقتي انت عرفت ان الجاثوم مش جن ولا شبح، لكنه مجرد خلل لحظي في دماغك. لو حد جاله الجاثوم يا ريت يشاركنا تجربته في الكومنتات.